تركيب الأقمار عبر اليوتيوب. النهاردة معانا فيديو جديد، والنهاردة معانا تردد قناة ليبيا النجع. ظهرت قناة ليبيا النجع، قناة ليبية جديدة عبر القمر الصناعي النايلسات. ايه هو التردد الخاص بقناة ليبيا النجع؟ واحدة من القنوات اللي ظهر لها تردد جديد عبر القمر الصناعي النايلسات. ايه هو التردد الخاص بقناة ليبيا النجع؟ ظهرت قناة ليبيا النجع على تردد 11566 أفقي حرف الاتش مع معدل ترميز 27500. ده التردد الجديد الخاص بقناة ليبيا النجع، واحدة من القنوات الجديدة اللي ظهرت على تردد جديد عبر القمر الصناعي نايلسات 7 درجات غرب. طبعا زي ما عودناكم، طبعا دلوقتي في بيوتنا الأجهزة الاتش دي لازم نعمل خطوات علشان نبدأ نستقبل ونشاهد أي قناة جديدة عبر القمر الصناعي نايلسات. ايه هو التردد اللي ظهرت عليه قناة ليبيا النجع؟ تردد 11566. تكتب التردد كده 11566، وبعد كده بتكتب أفقي حرف الاتش، وبعد كده بتخلي معدل الترميز أو درجة الرمز 27500. يبقى أول حاجة علشان نبدأ نستقبل أي قناة أو نشاهد أي قناة على الجهاز، ببدأ أدوس على زر منيو، وبعد كده بنختار التركيب، وبعد كده بندخل على قائمة الترددات، بنبدأ ندوس على الزرار الأحمر، وطبعا ممكن يكون مكتوب عندك في اللغة الإنجليزية الديب ADD. تمام. بعد كده بنكتب التردد اللي هو الخاص بقناة ليبيا النجع 11566، وبعد كده بنكتب معدل ترميز 27500، والاستقطاب هيكون افقي حرف الاتش. ده التردد الخاص بقناة ليبيا النجع، واحدة من القنوات الجديدة اللي ظهر لها تردد جديد عبر القمر الصناعي نايلسات. وبعد كده بعد ما بتكتب التردد ومعدل الرمز والاستقطاب الافقي، تبدأ تدوس على زر الازرق الخاص بالبحث، وبتبدأ تدوس اوكي. بتلاقي قناة ليبيا النجع فعلا ظهرت معاك في الاخر خالص، او بتكون موجودة عندك مكان قناة اخرى او في قائمة القنوات. تمام. ده كان تردد قناة ليبيا النجع، واحدة من القنوات الجديدة عبر القمر الصناعي نايلسات. أخيرا التردد هيكون 11566 أو 64 أفقي مع معدل ترميز 27500. ده كان فيديو النهاردة من قناة تركيب الأقمار وأحدث الترددات. كان مع